اليوم كلياتنا فرحانين، فرحانين بأم حسن. لك الله يجعل أيامك كلها فرح روحي. الله يسلمكم يا رب ويحفظكم. والله إنه فرحانين من قلبنا. الله يسلمكم يا رب. يعني أنا مين ما عم يشوفني بالشارع عم يقول لي أم حسن شو صار معها؟ أم الله حسن يسلم عملت العملية، شو الله صار مع أم حسن؟ يسلمكم يا رب. الله يسلمكم ويحفظكم لشبابكم. الله يسلمك. اليوم نحن موجودين يا جماعة بواحد من المشافي بالشمال السوري. خلال دقائق إن شاء الله الخالة أم حسن راح تدخل غرفة العمليات لتجري أول عملية زراعة قرنية، وراح تخضع بعدها لمرحلة علاجية إن شاء الله، وبعدها إن شاء الله راح تزرع القرنية الثانية. وإن شاء الله رب العالمين بيشفيكي الله وبيعافيكي، يسلمكم. وبترجعي بتكفي حياتك بشكل طبيعي، وهي الأمورة اللي جنبك بترجعي بتشوفيها الله وبتشوفي يسلمكم ثيابها. يا رب. الله يسلمكم ويحفظكم لشبابكم. الله يحفظك يا الله رب. يرزقكم ان شاء ترى هاي الله. البنوتة وصلت لقلوبنا كلياتنا. الله لما يسلمكم قلتي يا لنا رب. بنتي عم تقول لي شوفي ثيابي، ترى والله لامست قلوبنا. الله يسلمكم يا رب. اي والله. صارت تقول لي يا ام ليكي كل عيد انت بتروحي تشتري لنا عجب، ما رحتي انت ليكي شوفي فستاني كويس، فتحي عيونك. قلت لها ان شاء الله الله كريم يا بنتي، وهلق ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله ما عنده غير الخير يا رب. وايه الله كريم. الله كريم الله يا رب. كريم. الله يجزيكم والله الخير. اذا عطى بدهش. الحمد لله. الله الله يجزيكم يجزيهم الخير. خير اهل الخير اللي الله ي... قدموا وساعدوا، ونحن الله ولا شيء. يرزقهم يا رب، والله يجعله ميزان حسناتهم. امين الله يا رب. يحميهم لشبابهم الله يا رب. يشفيك ويعافيك يا ام حسن، وان الله شاء الله رب يسلمكم. العالمين منزورك وانت اللي عندك غدا. انا اهلا وسهلا من عيوني. ايش بدك تطبخي لنا؟ ايش بدك؟ اهلا لا وسهلا. انت بتعرفي انا شو بحب. يبرك. ها. ميت اهلا وسهلا. يبرك. بتحبوا اللي بفروج عندك الا بتحبوا بلحمه؟ بحبه بولا شيء. يبرك. بولا شيء بحبه ميت هيك. اهلا وسهلا. تحطي معالق من تحت وبتحطي يبرك لا فوقه. ما بنطبخ غير الطبخ الكويس. الله يسلمك ويحفظك يا رب. ان ميت شاء الله اهلا رب وسهلا. العالمين منزورك وانت عم تشوفي بشكل طبيعي، الله وعيونك يسلمك. بتخلصي من الالم اللي عم تتعرضي له من زمان، وبترجعي بتكفي حياتك بشكل طبيعي. ان شاء الله يا رب. الله يجزيكم الف خير يا اهل الخير اللي ساعدتوها للخاله ام حسن ومديتوا ايد العون لها. في كتير حالات مثل ام حسن بحاجه لانه نخفف الالم عنهم، نخفف معاناتهم اللي عم يعانوها كل ليله، كل يوم، كل ساعه، كل لحظه عم يعيشوا هاي اللحظات من الالم. خلينا نمد ايد العون لهم.